بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مساء الخير البنات، وش راكم؟ نتمنى تكونوا يا ربي لاباس. مرحبا بكم مرة أخرى في وصفة من وصفات هنادي بلامية. كما راكم تشوفوا البنات، اليوم جيت وحضرت لكم صابلي المالديف، يعني طريقته سهلة ومقاديره بسيطة ونتيجته يعني الصورة راح تعبر على روحها. صدقوني يا البنات، غير يجي الشكل تاعو رائع ويجي بنين بزاف. بكل صراحة البنات، يعني هذه طلبية تاع 120 حبة، يعني بغيت نشاركها معاكم. ودرك البنات حنروحوا للمقادير وطريقة التحضير على بركة الله. ودركا حنروحوا للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات واش راح نحتاج؟ كيما راكم تشوفوا البنات، هنا عندي باطه تاع زبده تاع 500 غرام. بكل صراحه البنات انا ديما نستعمل لابيل، والزبده البنات كيما ديما نقول لكم يعني لازم تكون درجه حراره الغرفه. وكما راكم تشوفوا بعد ما حطيت الزبده تاعي واش راح نزيد نضيف لها؟ هنا البنات كيما راكم تشوفوا عندي كيله تاع سكر ناعم. كيما يعني البنات الصابلي نورمالمون يعني اللي ما في يتبع الفيديوهات تاعي، يعني هذه الصابلي يعني ديما معتمداته. هنا البنات بالنسبه للسكر ناعم انا كنت مخلته من قبل، يعني درت باطه تاع زبده تاع 500 غرام، وبنفس الباطه انا كلت بها السكر ناعم. واش راح ندير البنات؟ هنا البنات بلا ما ننسى قرصه الملح. هنا عندي قرصه تاع الملح حنضيفها للمكونات تاعي، وحنخلط المكونات تاعي اللي هي السكر والزبده، حنخلطهم مليح ومن بعد نبدا نضيف بقيه المكونات. وكما راكم تشوفوا بعد ما يعني تحصلت على قوام كريمي، واش راح نزيد نضيف؟ عندي هنايا البنات نص كيلو تاع زيت. كما قلت لكم البنات، يعني الصابلي تاعي فيه، قلت لكم البنات يعني بطاطا تاع زبده تاع 500 غرام، فيه يعني كيلو تاع سكر ناعم، وحندير نص كيلو تاع زيت، عندي 5 بيضات، وعندي البنات كيلو تاع نشا. يعني انا حنعطيكم المقادير هكا على عجاله. وبالنسبه لاكونتيتي البنات، يعني هذا يعني هي حتخرج لي كميه كبيره بالتقريب، واحد 120 110 حبات، يعني نتوما وعلى حساب الطابع يعني اللي حتطبعوا به الصابلي تاعكم. دركا حنواصل الخلط. ودركا كيما راكم تشوفوا بعد ما دمجت المكونات تاعي مليح، واش راح نزيد نضيف؟ عندي هنا البنات عندي 5 بيضات. بالنسبه للبيضات البنات قلت لكم لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ما نحطوهمش البنات دفعه واحده، حنحطوا بالبيضه ونوصلوا الخيط نوصلوا، سمحوا لي البنات، الخلط حتى نكملوا يعني ال5 بيضات تاعنا كامل. بسم الله. وكما راكم تشوفوا بعد ما دمجت يعني المكونات تاعي، قلت لكم البنات يعني بالنسبه للبيض ضيفوه بالتدريج وخلطوا مليح هكا باش يعني ينجح الصابلي تاعكم. دركا واش راح نزيد نضيف البنات؟ عندي هنايا كما راكم تشوفوا مغرف يعني مملوءه مليح تاع لافاني، يعني البنات ديروها بومبي ولا ديروا 2 مغارف صغار. واش راح نزيد نضيف لهم البنات؟ انا بالنسبه للعجينه تاع الصابلي تاعي تاع اليوم حنحط معاه الكاوكاو. هنا عندي كاوكاو كنت حمصته يعني وطحنته رقيق كيما تاع البقلاوه، كيما راكم تشوفوا مطحون رقيق خلاص. عندي هنايا كاس تاع كاوكاو، حنضيفوا الخليط تاعي ونمزجهم مليح مع بعضاهم. ودركا واش راح نزيد نضيف؟ كيما قلت لكم قبيل عندي كيلو تاع نشا، انا كلت البنات بنفس الباطه تاع الزبده اشفى مليح. بالنسبه للنشا تاعي ثاني البنات انا كنت نخلطو يعني من قبل، حنضيف النشا تاعي يعني نخلط ومن بعد نبدا نضيف الفرينه. ودركا البنات حنبدا نضيف الفرينه تاعي. هنا البنات انا عندي كيلو تاع فرينه، حنبدا نضيف الفرينه بالتدريج. بالنسبه للفرينه البنات يعني انا ديما نستعمل سين. وعندي البنات هنا يعني باش هنا عندي 2 اكياس خميره كيميائيه، يعني وزن الكيس 10 غرامات. حنبدا نضيف قلت لكم البنات الفرينه بالتدريج، يعني ندخلوها، انا ما كنتش دخلتها من قبل. قلت لكم عندي 2 اكياس تاع خميره كيميائيه، حنضيفوا الفرينه بالتدريج البنات حتى نتحصلوا على عجينه يكون القوام تاعها يعني طري، ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش مطلوقه كيما نقولوا. راكم تشوفوا البنات هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا. يعني البنات كي تحكموا العجينه تاعكم هكا يعني ما تلصقش في اليد، تلقاو القوام تاعها طري بصح ما تلصقش في اليد. بالنسبه للفرينه البنات انا بدات لي كيلو بالتقريب، كيلو واحد نص كاس، يعني من الكيلو الثاني زدت بالتقريب واحد نص كاس. دركا واش راح ندير البنات؟ حنغطي العجينه تاعي، نغطيها ونخليها ترفوزي لمده تاع 5 دقائق ولا 10 دقائق ونشكلها معاكم. وكيما راكم تشوفوا البنات عاودت وليت لكم بعد ما خليت العجينه تاعي روبوزات، قلت لكم خليوها تروبوزي لمده تاع 5 دقائق ولا 10 دقائق. هنا كيما راكم تشوفوا انا حليتها على طاوله العمل. وكيما نقول لكم ديما استعينوا كيس بلاستيكي هكا باش يعني ما تحطوش الفرينه وما تيبسش العجينه تاعكم. بالنسبه للصابلي تاعي البنات انا حنطبعه بالطابع الشكل هذا، الشكل هذا الاوفال هذا اللي حنطبع به. يعني هو يعني الشكل تاع الصابلي هذا يعني على حساب رغبه الزبونه، يعني الزبونه هي اللي بغات الشكل هذا وبغات النوع هذا تاع الصابلي. يعني وكيما راكم تشوفوا البنات يعني بالنسبه للسمك تاع الصابلي تاعي كيما راكم تشوفوا انا ديما يعني البنات يعني نشتي الصابلي يكون شويه رقيق ما يكونش خشين، كيما عم بالكم بعد مع الكلاصاج والحشوه اللي حتجي في الداخل يعني حيجينا هذاك. حنحي البنات انا الصابلي تاعي كامل نحطه في البلاطو وندخلو الكويزينيير يطيب على درجه حراره 180 درجه. حنطيب الحلوه تاعي كامل يعني بنفس الطريقه ونعاود نولي لكم. بعد ما طيبت الصابلي تاعي عاودت وليت لكم باش نطلعوا مع بعضنا كريمه الزبده. كيما راكم تشوفوا البنات هنا في الاناء انا حطيت 250 غرام تاع زبده، حنضيف لها 250 غرام تاع سكر ناعم. بالنسبه للسكر البنات انا كنت نخلطه من قبل. عندي هنايا البنات كيما راكم تشوفوا نص كاس تاع كريم شونتي،
بالتقريب واحد الربع مغارف، خصو يكونوا معمرين مليح. وعندي هنايا نص كاس تاع زيت عادي، زيت نباتي. كما راكم تشوفوا البنات حنحط المكونات تاعي كامل مع بعضاهم ومن بعد نطلعهم على ضربه واحده. عندي هنايا لافاني، حنحط مغرف كبيره تاع لافاني ولا 2 مغارف صغار. كما راكم تشوفوا البنات انا حنحط 2 مغارف صغار هذا تاع القهوه، وحنخفقهم البنات مليح، يعني نطلعهم مليح بالخلاط الكهربائي هذا حتى يمتزجوا. بعد ما طلعت كريمه الزبده تاعي البنات شوفوا القوام تاعها. دركا واش راح نضيف لها البنات كما راكم تشوفوا هنا عندي عطر شوينغو، بصح البنات انا حنضيف نقطه برك، بغيت برك اللون يتبدل لي، يعني ما بغيتش نحط كميه كبيره. كما عم بالكم الذوق تاع شوينغو يعطي شويه واحد الذوق تاع يعني الحرو، يعني كيف حنقول لكم يعني يعطي واحد الذوق، يعني ما تكثروش. حنقول لكم حندير نقطه برك يعني باش يتبدل لي اللون هذا مكان. كما راكم تشوفوا البنات حنحط نقطه برك ونخلط ونشوف. بعد ما حطيت عطر شوينغو قلت لكم البنات انا حطيت بالتقريب واحد 3 قطرات برك حتى تحصلت على اللون هذا. دركا واش راح ندير البنات، حنهز كريمه الزبده تاعي حنحطها في الثلاجه تبرد ومن بعد نحطها في جيب حلواني ونجيو نكملوا الطريقه مع بعضها. وهنا بعد ما طيبت يعني الصابلي تاعي وحضرت كريمه الزبده يعني حطيتها في جيب حلواني كما راكم تشوفوا. وهنا البنات عندي سيبر كريم بذوق الليمون، يعني هذه حنحطها في النص. وانتم البنات يعني تقدروا تستغنوا عليها تحطوا كريمه الزبده برك. دركا واش راح ندير البنات، حنجيب الحبات تاع الصابلي تاعي اللي كانوا طابوا. واش راح ندير البنات، يعني حنحكم كريمه الزبده تاعي يعني نديروا الطريقه هذه. بسم الله، حنجيو هنا ونحطوا كريمه الزبده تاعنا بالشكل هذا كما راكم تشوفوا البنات، يعني راهي كانت في المجمد مازالت شوي جامده. كما راكم تشوفوا البنات يعني قلت لكم ديروا الطريقه هذه، حطوا كريمه الزبده تاعكم بالشكل هذا، وفي النص البنات خليو الثقبه هذيك البنات. واش راح ندير، انا حنحط في داخلها يعني قليل من السيبر كريم هنا. ومن بعد البنات واش راح ندير، حنهز يعني الحبه الثانيه تاع الصابلي تاعي. يعني البنات سمحوا لي على يدي الملون، يعني لونت كريمه الزبده ولونت الكلاصاج تاعي يعني باللون الازرق، يعني يدي راها في حاله. ومن بعد البنات واش راح نديرو، حنحيو الزائد هذاك تاع كريمه الزبده، يعني حنضغطو ضغط خفيف برك يعني بالشكل هذا كما راكم تشوفوا البنات. خليو كريمه الزبده شويه تكون عاليه. حنحطها هنا البنات في البلاطو، حنكمل بنفس الطريقه. ومن بعد حنروح ندخلها للمجمد يعني حتى تجمد كريمه الزبده تاعي، ومن بعد نجيو نكلاصيهم مع بعضهم. دركا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما حطيت الكاطو تاعي يعني في المجمد وجمدت كريمه الزبده تاعي، دركا واش راح ندير البنات كما راكم تشوفوا هنا عندي الطليه كنت حطيت لها ملون غذائي ازرق. يعني البنات الطليه خدمتها معكم قداه المره، حتلقاو الوصفه البنات في صندوق الوصف يعني، وحنعطيكم واش حطيت فيها المقادير يعني بسرعه. هنا كما راكم تشوفوا حنجيب الحبه تاع الصابلي وحنحط عليها كميه من الطليه. بالنسبه للطليه البنات انا واش درت فيها فنجان تاع ماء الزهر وفنجان تاع حليب فنجان تاع زيت، وعندي فنجان تاع عصير ليمون. يعني خلطت الحليب وماء الزهر والزيت ولافاني يعني خلطتهم مليح، ومن بعد ضفت لهم 2 باكيات تاع سكر كلاصي استعملت المرجان، يعني هذا هو اللي ديما نخدم به. ومن بعد يعني عجنتهم مليح بيدي البنات، لازم تعجنوا الطليه تاعكم مليح باش تجيكم رطبه. ومن بعد البنات بداو تضيفوا ماء الزهر، يعني ضيفوا ماء الزهر بالتدريج حتى يعني تحصلوا على طليه يكون القوام تاعها يعني هكا كما راكم تشوفوا ثقيل، يعني تحطوا على الحبه تاعكم ما يهبطش كامل. هنا كما راكم تشوفوا البنات. ومن بعد البنات حطيت لها ملون غذائي ازرق، يعني حطوا ملون غذائي ازرق خاص بالشوكولا ولا حطوا هذاك عطر شوينغو. كما راكم تشوفوا البنات انا قلاصيت الحبات تاعي تاع الصابلي وراني نحط فيهم هنا على الشباك. بالنسبه يعني للشباك البنات خليوه يفطر برك مليح، ومن بعد هزوا الحبه تاعكم تاع الصابلي وحطوها فوق يعني بلاطو فيه كيس بلاستيكي باش من بعد كي تجيو تهزوا الحبه تاعكم يعني تتنحى معكم بكل سهوله. كما راكم تشوفوا البنات انا حنكمل يعني نقلاصي الكاطو تاعي بنفس الطريقه. نتوما البنات استعملوا يعني الطريقه اللي تفضلوها وقلاصيو بها الصابلي تاعكم، ومن بعد نعاود نوليكم باش نروحوا للمرحله تاع التزيين. راكم تشوفوا عاودت وليت لكم يعني بعد ما يبست الطليه تاعي. هنا البنات واش راح ندير، حنجيو نحيو الزوائد هذيك تاع الطليه تاعنا، يعني لازم نقيو الصابلي تاعنا مليح، نحيو الزوائد بواسط سكين يعني بالشكل هذا. وكما راكم تشوفوا البنات يعني بعد ما نحيت الزوائد الصابلي تاعي البنات شوفوا كيف خرج. دركا واش راح ندير، هنا البنات عندي الناكري هذا انا استعملت هذا البنات. دركا واش راح ندير، حندير له يعني مسحه خفيفه. صدقوني البنات الناكري هذا غير يجي شوفوا كيف يجي، يعني جاك شغل السلك تاعو هذاك جا شويه خشين يعني وجا يهبل فرات. يعني نتمنى انكم يعني تشريو القاروره هذه وتعودوا تخدموا بها. كما راكم تشوفوا البنات انا مسحت وجه تاع الصابلي تاعي كامل بالناكري هذا. ومن بعد البنات كما راكم تشوفوا بعد ما يعني نقيت الصابلي تاعي وحطيت له هذاك الناكري من الفوق، واش راح ندير البنات يعني باش نزينو. انا جبت البنات هذا
السيليكون هذا. يعني طبعت درت يعني عجينه السكر. البنات انا استعملت النوعيه هذه، انتم استعملوا اي نوعيه توفرت عندكم يعني. وطبعت البنات يعني بالشكل هذا، يعني هذا الشكل الثالث هذا. شوفوا البنات كيف يخرج الشكل تاعو. يعني درت عجينه السكر خليتها بيضاء وطبعت بها الشكل هذا. ومن بعد واش راح ندير البنات؟ درك البنات حنجيب هذاك الناكخ اللي كنت مسحت به وهذا السائل المذيب تاعو. البنات يعني يصدقوني غير السائل هذا يعني رائع، وهذا يعني الناكخي هذا ثاني. درتهم مع بعضهم. البنات اللي ما توفرش هذا تقدر يعني تستعين بعصير ليمون ولا بقليل من الماء برك. واش راح ندير البنات؟ كما راكم تشوفوا انا خلطتهم مع بعضهم، يعني دمجتهم مع بعضهم مليح. وحنجيب هذوك الاشكال اللي كنت خدمتهم يعني نحط عليهم كميه قليله كما راكم تشوفوا بالشكل هذا. يعني حنحط لهم الناكخي هذاك اللي كنت خلطته مع السائل تاعو. وكما راكم تشوفوا البنات يعني بعد ما حطيت الناكخي هذاك الاشكال تاعي شوفوا كيف خرجوا. دركا واش راح ندير البنات؟ حنجيب الصابلي تاعي وحنحكم هذاك الشكل اللي كنت خدمته. يعني البنات حطوا له قليل من الطليه ولا شيكولا للطلي. كيما هنا البنات انا حنستعمل غير غذائي، حنحط يعني نقاط برك كيما راكم تشوفوا يعني الطريقه هذه. وحنهز الموتيف تاعي هذاك ونحطوه فوق الحبه تاعي تاع الصابلي. البنات يعني ما تحطوهاش في النص قد حطوها طلعوها شويه لفوق هكا باش يجي الشكل تاعها باهي. يعني نتمنى الصوره تكون واضحه. يعني المهم يعني كل وحده كيما بغات يعني وين تحطها، بس حنا انت كي تطلعوه شويه لفوق حيجي الشكل تاعو يعني يجي خير. هنا كيما راكم تشوفوا حنزيد نلصق الحبه الثانيه. قلت لكم البنات حطوا قليل برك من الغير الغذائي هذا ولا شيكولا ولا شي، يعني الحاجه اللي توفرت عندكم ولصقوا بها الشكل تاعكم كما راكم تشوفوا البنات. ولصقوا الاشكال تاعكم يعني كما راكم تشوفوا البنات. يعني شوفوا الاشكال الصابلي تاعي كيف خرج. شوفوا كيف يعني بعد ما لصقت له الشكل تاعو. صدقوني البنات غير الشكل تاعو رائع. واش راح نقول لكم البنات؟ انا حنكمل الحبات تاعي كامل بنفس الطريقه، نحطهم في صحن تقديم ونجي نشوفوهم مع بعض في الشكل النهائي. وفي الاخير حبيباتي هذا هو الشكل النهائي للصابلي تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى يا ربي انكم تجربوه وتنجحوا فيه وينال اعجابكم. صدقوني يا البنات غير جربوه وماكمش حتندموا. غير جاء بنين بزاف والطليه تاعو ما جاتش يابسه خلاص. يعني حتدوم معاكم مده طويله، يعني حتفوت شهر. دوك البنات نقسم قدامكم حبه وتشوفوا القوام تاعها يعني من الداخل. شوفوا البنات حنقرب منكم الصوره. شوفوا كيف خرجت الحبه تاعي. صدقوني يا البنات غير يجي الشكل تاعها رائع. يعني وهذاك البريو اللي حطيناه من الفوق ثاني زاد عطاه يعني نظره جماليه رائعه. درك واش راح ندير البنات؟ قلت لكم حنقسم حبه معكم وتشوفوا القوام تاعها. حنحيو هذا الموتيف هذا. شوفوا البنات يعني ما حطيت المو، صدقوني غير ادخل وحده. شوفوا البنات الصابلي تاعي كيفاه جا. درك البنات نقسم قدامكم حبه. شوفوا البنات صدقوني غير يتفتت وحده. نتمنى يا ربي انكم تجربوه وتنجحوا فيه. وما تنساوش كالعاده حبيباتي تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. وتهلاو في رواحكم الى وصفه اخرى باذن الله. والسلام خير الختام.